محاضرة دينية وموضوعها من صفات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب أبيض البشرة تعلوه حمرة، وكان حسن الخدين، له لحية مقدمتها طويلة وتخف عند العارضين، وكان يخضبها بالحناء، وله شارب. أما شاربه فقيل إنه كان طويلا من أطرافه، وقد كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ، وكان طويلا جسيما تصل قدماه الأرض إذا ركب الفرس، يظهر كأنه واقف، وكان أعصرا سريع المشي. اشتهر عمر بن الخطاب بقوته البدنية الهائلة، فكان إذا ضرب أوجع. ولم تكن قوة عمر الظاهرية فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالك طريق إلا وسلك طريقا غير طريقك. فمن قوة إيمان عمر وقوة نفسه وحبه لله حتى أن الشيطان يخاف أن يمسه أو يقترب منه. اسمه أبو حفص العدوي القرشي، ولقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، ومن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الرجال بحق، والقادة العظماء في التاريخ الإسلامي، ومن أكثرهم تأثيرا ونفوذا. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن علماء الصحابة وزهادهم. هو مؤسس التقويم الهجري، وفي عهده بلغ الإسلام مبلغا عظيما، وتوسع نطاق الدولة الإسلامية حتى شمل كامل العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان وشرق الأناضول وجنوب أرمينيا وسجستان. وهو الذي أدخل القدس تحت حكم المسلمين لأول مرة، وهي ثالث أقدس المدن في الإسلام. وبهذا استوعبت الدولة الإسلامية كامل أراضي الإمبراطورية الفارسية الساسانية، وحوالي ثلثي أراضي الإمبراطورية البيزنطية. تجلت عبقرية عمر بن الخطاب العسكرية في حملاته المنظمة المتعددة التي وجهها لإخضاع الفرس الذين فاقوا المسلمين قوة، فتمكن من فتح كامل إمبراطوريتهم خلال أقل من سنتين. كما تجلت قدرته وحنكته السياسية والإدارية عبر حفاظه على تماسك ووحدة دولة كان حجمها يتنامى يوما بعد يوم، ويزداد عدد سكانها وتتنوع أعرافها. عرف عن عمر العدل والخير وحب الله وخشيته، فكان لا يخاف في الله لومة لائم، ولا ينطق إلا بالحق. فقد كان رجلا وقائدا عظيما وصحابيا جليلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه. ومن أقواله رضي الله عنه: لو أن دابة عثرت لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة، والله لا أكتم الحق وقد علمته. رضي الله عن عمر بن الخطاب وعن الصحابة أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤال حلقتنا اليوم: نعلم جميعا أن سيدنا عمر بن الخطاب قد قتل على يد رجل مجوسي وهو يصلي في المسجد. نريد أن نعلم مع اسم هذا القاتل ما اسمه، وهو سؤال المسابقة. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.